تكبير الثدي بقت ضرورة ملحة لنسبة كبيرة جدا من السيدات. طيب أهميتها، مشاكلها، هل ليها مخاطر ولا لأ؟ تابعونا وهنقول لكم. أنا دكتور أحمد الأدور، استشاري جراحات التجميل. في الفيديو ده هنتكلم عن عمليات تكبير الثدي. مبدئيا الثدي بالنسبة لنا بيتعرض لتغيرات كتير، إما بتغيرات هرمونية أو بتغيرات في الجاذبية نفسها. في بعض الحالات الثدي نفسه بيحصل فيه ترهل أو تغيرات نتيجة الحمل والرضاعة والولادة المتكررة. في بعض السيدات هما بيبقى عندهم من الأول مشاكل جينية، بيبقى عندهم حجم الثدي أصغر من الحجم التاني، على جنب بيبقى صغير والجنب التاني بيبقى حجم ثدي ممتلئ. ده بيعمل لهم مشاكل نفسيه كبيره جدا. وفي نفس الوقت السيدات اللي تعرضوا للحمل والولاده كذا مره، الثدي بعد الولاده بيحصل حاجه اسمها بوست لاكتيشنال انفوليوشن او ضمور في انسجه الثدي بعد الرضاعه. في الحالات دي كلها بنحتاج ان احنا نعمل عمليه تكبير الثدي. عندنا طريقتين لعمليه تكبير الثدي، اما التكبير بحشوات السيليكون وهي الطريقه الامن والفعاله، واما التكبير بحقن الدهون الذاتيه. طيب ايه المميزات والعيوب بتاع كل واحد؟ حشوات السيليكون مميزات ان هي امنه تماما، اولموست بيرمننت، احنا ممكن ما بنحتاجش ان احنا نغيرها، تفضل طول العمر، خصوصا مع الحشوات اللي احنا بنستخدمها دلوقتي الاف دي ابروفد اللي هي الحشوات الناعمه، الا لو حصل فيها مشاكل ودي بتبقى نسبتها قليله. وفي نفس الوقت مش بتتغير بتغير الوزن، وبتدي الشكل والكونتور المثالي اللي احنا بنحلم بيه. حقن الدهون الذاتيه من الاوبشنز الكويسه جدا اللي ممكن تدي كونتور للثدي، بس هو عليه كلام وديبيت كتير، لان هي الدهون مشكلتها ان بيحصل امتصاص لجزء من الدهون بعد فتره، فبنحتاج ان احنا ندخل في سيشنز كتيره، ممكن نوصل اب تو 2 او 3 سيشنز. وفي نفس الوقت الدهون دي مشكلتها انها بتتغير بتغير الوزن، يعني لو حد وزنه قل الدهون هتقل هي كمان معاه. وفي مشاكل تانية ان الدهون بتعمل حاجه اسمها تكلسات او كالسيفيكيشنز، بمعنى ان انا لو رحت مثلا اعمل اشعه، لازم ان انا اقول لدكتور الاشعه ان انا عامله حقن دهون في الثدي. ليه؟ لان هو ممكن يشوف كتل لا قدر الله في بعض الحالات بيبقى ميس اندرستاند وبيفتكر ان هي اورام. فهي مشكله الدهون ان هي بتعمل تكلسات او بتعمل زي كالسيفيكيشنز، بيبقى شبه الاورام. في بعض الحالات بيحصل التهاب في الخلايا الدهنيه اللي احنا بنحقنها، وبيحصل حاجه اسمها اويل سيست او اكياس دهنيه، دي برضو ممكن تعمل مشاكل. علشان كده احنا ما بنفضلش قوي تكبير الثدي بالدهون الذاتيه الا لو في ضروره معينه. في بعض الكلاينت بيبقى بالنسبه لهم اسعار السيليكون دلوقتي بقت عاليه جدا، فبيلجأوا لحقن الدهون الذاتيه. مفيش اي مشكله خالص، بس يبقى عارف طبعا بس السايد افكتس او المشاكل اللي هي ممكن تواجهه بسبب الموضوع ده. لكن قولا واحدا حشوات السيليكون هي الحل الامن والفعال في عمليات تكبير الثدي. لو عندك اي مشكله ومحتاجه تسالي عن حشوات السيليكون او عن حقن الدهون الذاتيه، ابعت لنا على رساله الصفحه واحنا هنرد عليك.